السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما عملنا من وصفات جديدة وحلويات جديدة واختراعات، بتفضل الكيكة العادية جنب كوباية الشاي بلبن هي بالنسبة لنا أحلى حاجة. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل الكيكة العادية اليومية بطريقة بسيطة جدا. مش هنستخدم ولا لبن ولا زبدة ولا سمنة، نص كوباية زيت ومكونات بسيطة هنطلع أحلى صينية كيكة هشة جدا زي القطن، ولونها فاتح زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. شايفين لونها حلو ازاي؟ وكمان هشة جدا، مش قادرة اقول لكم طعمها تحفة. خلينا كده بقى ناخد حتة من النص. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا والمقادير، وهسيب لكم برضو المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهنشوف بقى عملنا الكيكة بتاعت النهاردة دي ازاي. الكيكة دي ممكن نعملها في الخلاط او ممكن نعملها بمضرب سلك يدوي او بالمضرب الكهربائي. انا النهاردة عملتها بالمضرب الكهربائي. جبت 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم كوباية من السكر، حطيت عليهم كمان معلقة صغيرة من الخل، كمان حطيت كيس من الفانيليا او ممكن نص معلقة صغيرة. هضرب المكونات دي مع بعض كويس قوي زي ما قلتلكوا، سواء في الخلاط او بمضرب كهربائي، لحد ما الخليط لونه يفتح ويتقل زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ممكن كمان بمضرب سلك بس هتاخد منك مجهود شوية. هنا بعد حوالي دقيقتين او 3 وصلت للشكل ده. هضيف بقى نص كوباية من الزيت، وهضرب برضو حاجة بسيطة كده لمجرد ان الزيت يختلط مع المكونات اللي قبل كده. بعد كده هجيب بقى عندي ليمونة، هعصر الليمونة دي. ممكن تستخدمي ليمونة او ليمونة ونص، ليمونتين، على حسب حجم الليمون اللي عندك وعلى حسب هو بينزل عصير قد ايه. انا استخدمت ليمونة كبيرة عصرتها كده في كوباية. الكوباية دي نفس حجم الكوباية اللي انا معايرة بيها الدقيق والسكر. هكمل بقيتها بقى مية وهضيفها على الخليط اللي قبل كده. عايزه اقول لكم ان الليمون بيدي للكيكه نتيجه حلوه جدا، يمكن احلى كمان من اللبن. بيخلي لونها فاتح قوي زي ما شفتوها معايا في الاول، وكمان بيخلي مفيش اي طعم او ريحه ظاهره للبيض للناس اللي بيضايقها ريحه البيض. يعني انتي ممكن كمان ما تستخدميش فانيليا وتستكفي بس بالليمونه. ممكن كمان تحطي معاها بشر الليمونه لو حابه ان طعم الليمون يكون اقوى من كده. بعد ما حطيت الكوباية بتاعت عصير الليمون، ضربت برضو بالمضرب عشان اخلط الليمون مع المكونات اللي قبلها. مش كتير، مجرد بس ان المكونات تندمج. بعد كده جبت كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة مليانة من الكيك شيف وربع معلقة صغيرة من الملح. دي كده المكونات الجافة نزلت بيها على الخليط اللي قبل كده، وهضربهم مع بعض لحد ما الدقيق يختفي خالص، واتأكد ان هو مفيش منه اي حبيبات او كتل ظاهرة في الكيكة. وده كده القوام بيكون خفيف الى حد ما. بعد كده جبت صينية مقاس 24، حط فيها معلقة من الزيت وادهنها كويس ومن الجناب كمان، وبعد كده احط فيها رشة بسيطة من الدقيق، وغطي الصينية كلها بالدقيق زي ما هتشوفوا علشان الكيكة ما تلزقش. هفضي بقى الخليط اللي انا عملته ومشغلة الفرن يسخن على درجة حرارة 200. هتاخد في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع بالكتير. على الرف اللي في النص، مش بنشغل الشواية ولا حاجة، هي بتاخد لون حلو كده زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. ده شكلها بعد ما خرجت. هسيبها تبرد شوية وبعد كده هخرجها من الصينية. انا هنا كنت بقطعها وهي سخنة، الافضل انك انتي تستني عليها لحد ما تبرد خالص وبعد كده تقطعيها.
رغم ان الكيكة العادية دي من اسهل وابسط الوصفات، الا ان في ناس كتيرة ما بتظبطش معاها. من ضمن الحاجات اللي الناس بتشتكي منها ساعات ان الكيكة بيطلع لونها غامق. الكيكة ممكن يطلع لونها غامق لأكتر من سبب. اول حاجة ان السكر اللي انتي مستخدماه اصلا سكر غامق، او نوع البيكنج باودر نوعه مش كويس، او ان الكيكة فيها زيت كتير مزودة الكمية بتاعة الزيت، ده برضو بيخلي الكيكة لونها غامق. وكمان نوع الدقيق، في بعض انواع الدقيق بتحسي ان هي لونها بيكون غامق شوية او بتغمق الحاجة، ده برضو بيفرق. حاجة كمان، لو الكيكة ما بتطلعش هشة معاكي او بتطلع مكتومة، فده ممكن يرجع لانك انتي فتحتي عليها الفرن قبل نص ساعة، او ان الفرن ما كانش سخن كفاية قبل ما تدخلي الكيكة، او ان برضو نوع البيكنج باودر مش حلو. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون استفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.